تتخيل ان في شعر فضل محفوظ الاف السنين؟ دي قصة الملكة تي، المرأة اللي ابهرت العالم حتى بعد موتها. دي كانت واحدة من اقوى ملكات مصر القديمة وزوجة الفرعون أمنحتب الثالث. ما كانتش مجرد زوجة ملك، دي كانت صاحبة نفوذ كبير، واسمها اتكتب جنب الفرعون في آثار كتير. الملكة تي عاشت في عصر قوة وثراء، وقت ما مصر كانت من أقوى دول العالم القديم. لكن اللي خلى اسمها يرجع بقوة في العصر الحديث حاجة أغرب من الخيال، شعرها الحقيقي. العلماء اكتشفوا خصلة شعر يعتقد أنها للملكة تي، وكانت محفوظة بشكل مدهش رغم مرور آلاف السنين. وده خلى ناس كتير تسأل ازاي الشعر اتفضل الحالة دي؟ وهل السر في التحنيط ولا في البيئة الجافة؟ الجو الجاف داخل المقابر وطرق الحفظ عند المصريين القدماء ساعد في بقاء حاجات عضوية بشكل نادر جدا. وشعر الملكة تي بقى دليل جديد على تقدم الفراعنة في الحفظ والعناية بالتفاصيل الصغيرة. مش بس ملكة قوية، دي كمان ست سبت أثر مادي ملموس وصل للعالم بعد آلاف السنين. كل اكتشاف عنها بيفكرنا ان حضارة مصر القديمة لسه فيها اسرار كتير ما خلصتش. الملكة تي ما اختفتش من التاريخ، حتى شعرها فضل يحكي قصتها لحد النهاردة. ولو عايز اسرار اكتر تابعنا. لو الفيديو عجبك وعايز تعرف اسرار الفراعنة والملوك والملكات تابعنا واشترك في القناة واعمل لايك وكومنت وشير عشان يوصلك كل جديد.